نحر الأضاحي في عيد الأضحى شعيرة دينية لمختلف الفئات والأطياف في المغرب. وفي رسالة من الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي قال: نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا. إذن هذه السنة 2025 لا داعي لشراء الأضحية. سيدنا حي الحولي ياك ارتاح درويش. ايوا دابا ديك الشناقه اللي كانوا كيوجدوا باش يطحنوا المغاربه ويبيعوا الحواله بمليون وجوج مليون، سيروا دابا علفوهم. قول بسم الله. انا عاود تبرد شنو. راه الناس مساكن كانوا كيخموا كيفاش يديروا ومنين يجيبوا فلوس العيد. هذاك اللي كيقول انا ما عندي باش نعيد يمشي يخدم على راسو، واللي بغى يعيد ينوض يخدم على راسو، يمشي يخدم على راسو. حتى هاد العام راه ما كاين عيد وكل شناق يهز على قد قياسو. وديك اللي مشاو يشريو الحواله ويجيبوهم هزكم الماء. دعوهم الجزائر. هاد القرار ديال الغاء عيد الاضحى كيخصنا حنا مغاربه، فدي اخبار تخص المغاربه، المفروض ان ما حدش يتدخل فيها، مو شغلنا حنا، ما دخل لنا. ولكن الجزائر دخلكم في هذا الشيء. من البارح وانتم كتهضروا على الاضحيه د العيد، وطبعا الجزائريين لقاوها فرصه وبداو كيقول لي راه تعطي لشعائر الله. راه لا يجوز الغاء شعيره من شعائر الله، ومن قال لك انها الغيت؟ ستقام صلاه الاضحى، عيد الاضحى، يعني ماشي ما كاش العيد برك ما يضحيوش بالكباش، وسيضحي امير المؤمنين بالنيابه عن شعبه وعن رعيته. وحنا ما باغيينش ناكلوا اللحم والدواء مكرركم وابنيك الخون وابني نعجون. غير تيسمعوا الملك والمغرب تيجيو في التعاليق اكثر من المغاربه، تسمعوا عشاء الملك وتدخلوا تبقاو تناقزوا في التعاليق كالقروده. جايين هو مالكم وفكركم اصاحبي، ورا المغرب هذا ما تنهضروش على زريبتكم، وفكركم ما تنهضروش على زريبتكم. مالا قلعوا لكم عيد الاضحى خلاوكم غير عيد الصغير. العام اللي فتحنا في الجزائر علاش عيدوا الناس. انا نطلب من الشعب المقاطعه ما نشروهمش هذا العام، نورمال نضربوا عام ما نشروش. اول مره تصرى في الجزائر هذه، بزاف من الاحياء رانا نشوفوهم خوتي ما عيدوش. كل حي سكني يلاه معيدين فيه ثلاثه. كيما راكم تشوفوا قدامكم هذا الحي خاوي صفر، تحسب ما كاش كاع اجواء تاع العيد. حنا المغرب الحمد لله واخا كتكون غير اسرع وكذا ما عمرناش شفنا شي حي سكني معيدين فيه ثلاثه. اسوء عيد اضحى مر على الجزائر كان العام اللي فات، لدرجه انهم ولاو كيكريو خروف العيد. نكريهم 50 اللي ما عندوش خويا يكري خروف 50 يدخلوا للدار قدام الحومه، قال لي العيد خويا ورجعوا المولاه. يتم ارجاع يوم العيد بحجه انك ذاهب الى المذبح. الكباش ولاو يتكراو يا ناس. نتوما كنتو تعيدوا على الحمار، كنتو تجيبوا حولي ديروا به تصويره وتردوها صاحبي. من جايين تتهضروا على المغرب؟ نعم ما مولفينش نستوردوا الحمير. وانا اتعجب من مساله استيراد لحوم البغال والحمير، ما فهمناش علاه رايحين تستوردوا. راه تاكلوا غير الدحوشه، تاكلوا حاشاكم غير الحمير. فضيحه في الجزائر مسكوا مخزن بيسلخ لحم الحمير وبيبيعوا في السوق عشان خاطر شهر رمضان الكريم. في الجزائر مع اقتراب ايام رمضان الاخوان القوم في ولايه سطيف جايبين اكثر من 20 حمار مسلوخ مريقل باش يبيعوه الاخوان ديالنا في الجزائر. 20 حمارا مسلوخا كانت في طريقها إلى الأسواق لتباع على أنها لحوم حمراء صالحة للاستهلاك. وانا نقول أغلبية الشعب حاشا الرجال على وذنيهم قاعدين غير يطوالوا، وجميع تضرب اللحم تاع الحمير ب150,000 للكيلو. شهية طيبة. تمر العام كامل نتوما دايرين الصف على مجزرة ديال اللحم الحامية، تخرج على الصف ناط. ما تشدوش الطوابير، تنتخيلكم كانوا المغاربه تشدوا الطوابير وما عرفتش شنو درنا حنايا. وحنا راه العام كامل كاينين اللحم. حنا ما كناكلوش اللحم غير في العيد بحال شي وحدين. متى اخر مره اكلتوا لحمه؟ انا عندي 10 سنين ما كليتش اللحم، والراس استقلال هذا. الشعب الجزائري ياكل غير اللحم، ياكلوا غير في العيد. اللحم ما كليناش 10 سنين، والراس استقلال هذا. واش فراسكم بلي نتوما ما تاكلوش اللحم ولا ما فراسكم؟ شو يعني لحمه؟ جايين تتحاسبونا حنا؟ من انتم اللي جايين تتهضروا على سيادكم؟ انهم الحمره ولا معره كراغيلا ما عرفتش مالهم. حنا اللي ما غنعيدوش الكراغيلا هازين لينا لهم. وزائد حنا الا كان الملك ديالنا لغى العيد هذا العام راه عارف علاش لغاه. راه الا عيدوا المغاربه هذا العام غادي نرهنوا البلاد للسيراد الخرفان لسنين طويله، حقاش غينتهي القطيع في المغرب. فلانه كنستهلكوا اللحوم بزاف وكان الجفاف المده ديال 5 سنين قل العدد ديال الماشيه. بسبب الجفاف الحاد الذي تشهده المملكة للعام السابع على التوالي. فهمتوا دابا علاش؟ وديوها في سوق راسكم، ديوها في حياتكم، ديوها في مشاكلكم، ودوها في كراركم. وهذه سنه ماشي فريضه. دابا كاين الفرائض
وعاد السنن. دابا قولوا لي انتم اللي كتكتبوا في كومونتير اخوتي من الجزائر، واش كتصليو؟ مع الاول كيفاش كنتوا تصلوا؟ عامين حنا نصلوا لاسبانيا، الله يجعل ربي يتقبل. حجيتوا بيت الله. ربنا انصر الجزائر. 1 2 3 فيفا الجيري في الحرم النبوي. الجيري ايه؟ كنت بندهش والسعوديين نفسهم وحتى الخليجيين الكل بقى يندهش. ايه ده؟ دولة السعودية تفرض شهادة السلام العقلية لكل مواطن جزائري متجه نحو العمرة، وهذا من بعد جريمة القتل اللي وقعت في مكة واللي كان سببها مواطن جزائري. وقعة يعني عجيبة، قتلت 2 في الحرم المكي. شرطة مدينة مكة المكرمة القتل قبض على معتمر من جنسية جزائرية تسبب في قتل معتمرين 2 آخرين من جنسية جزائرية. وزير الأوقاف واقف يقول لهم خطبة سياسية في الجزائر وعظمة الجزائر، ويا محمد الجزائر رجعت لي. يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك. ورجعوا من الحج على المطار ضربوا بعض في مطار الجزائر برضه وسبوا لبعض الرب. انا لا كنتم نتوما هما المسلمين وكان تيتجلى فيكم الاسلام، انا ما عندي ما ندير به الا كان هو هذا الاسلام اللي فيكم نتوما. دابا انت ما كديرش الفرائض وجيت تناقش معايا انايا السنه المؤكده. المسلم هو من سلم الناس من لسانه وبطشه، اما اللي جرى على المغاربه في عيد الاضحى وكان الاضحيه ديالهم راه اكبر وضع الحرام. واحده اسمها خالتي الزكراويه والله خلت العيد معلق، العيد خلوهم بالقوه يعني خلوهم بالقوه ويرمي في الشاحنه. واحد 200,000 اضحيه قلتوها ديال الناس وخرجتهم من ديورهم صباح العيد وليله العيد، الله يلعن لكم الوالدين. جايين تتهضروا على سيادكم اللي ما توصلوهمش، اللي ما تقدوش عليهم. ملك المغرب والمغاربه، ملك المغرب والمغاربه. بزاف عليكم حنا يلي فيكم شحال